السلام عليكم البنات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف الف خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو اللي تنقدم فيه ملاقيه بالعقيق. ملاقيه خفيفه العقيق، سهله جدا. في يومين ممكن توجدي الجلابه ديالك، او ممكن ديرها في القفطان. اسهل ملاقيه، يعني في ساعتين تقدري توجديها، سواء اول مره لك تخدمي الملاقيه او لا عندك خبره سابقه في الملاقيه. فكيف ما كان نوعك، سواء مبتدئه، بامكانك في ساعتين توجديها. ما غاديش تندمي عليها. كملي لا فيديو وغادي تشوفي بانك غتخرجي باستفاده وغادي تطبقي هاد الملاقيه. فإلا عجبتكم هاد الملاقيه بالعقيق خفيفه اللي بارطاجيتها معكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. محتاجه لدعمكم والتشجيعات ديالكم. شكرا والتوفيق، ونخليكم مع تتمه لا فيديو. هاد الملاقيه خدمت فيها العقيق ديال نمره 2. بامكانك ديري 2 او 3. احتاجيت لهاد السرعه ديال العقيق والجراره والشمع. الخيط درتو على 4 شارات. هنا من بعد في الطوق خليت 8 سنتيم، ما خيطتهاش. خليت 8 سنتيم وخيطت الجلابه من الفوق لتحت. هذيك 8 سنتيم تدخل مع القب. هنا هزيت 5 العقيقات ورجعت ب2 عقيقات وهزيت معايا هذوك 2 عقيقات. علاش درت هذه الطريقه؟ بحال تتقفي العقيق باش يثبت لك فوق من الثوب، ما تيبقاش يلعب. يعني الا ديتي وجدتي في العقيق فوق من المرمى ما تيبقى لاصق فوق من الثوب بحال انهم ديال الكولا. هنا هزيت 4 العقيقات، غادي نرجع ب2 ونهز معايا تاني، نعاود نهز معايا هذوك 2. هاد 2 بحال تنتقفهم، نعاود نتقف، بحال تنخيط وتنعاود نتقف. وباش انه العقيق تيثبت ليا فوق من المرمى، ما تيبقاش يلعب بحال تيلصق مزيان، تيلصق على المرمى بحال انه مخيط عليها، ما تيبقاش يمشي ويجي فوق من الثوب. غادي نمشي بهذه الطريقه حتى غنكمل المرة في الطول ديالها، وغادي نرجع نبدا ندير معكم الزواقه اللي غادي نعتمدها في هذه الملاقيه. فهذا الجزء هذا اللي تنخدم فيه دابا هو المرحله الاولى. المرحله الثانيه غتشوفوها معايا حتى هي راه اسهل مرحله، ما تخافوش. كيف ما تشوفوا دابا راه الامور غادي سهله. يعني تنهز 4، تنزل الابره فوق المرمى وترجع بالخلف اللور، ترجع بحساب 2 عقيقات وتنهز معايا دوك 2 عقيقات لقدام. نفس العمليه غادي نعاود نهز 4 العقيقات نحط الابره ديالي في الاخر ديال 4 العقيقات في اللفان ديالهم، ترجع باللور ب2 وتنهزهم معايا. دابا من نوصل الاخر ديال المرمى غادي نرجع باش نوريكم الزواقه كيفاش غادي نكملوها، وتجي المرحله الثانيه اللي هي من عاد تكمل المرمى. نرجع ندير لكم معكم المرحله الثانيه اللي صافي هي هذيك التعلم ديال الملاقيه هو هذاك. هاد الملاقيه بالعقيق ملاقيه سهله، تجي رائعه، وممكن تستافدي بها في القفطان، تحطها في جلابه، تجي رائعه. ممكن نديرها بجوج لوينات. انا اختاريت انني نديرها بلون واحد فوق من هاد الجلابه في اللون الشيبي. مثلا الكحل ممكن تنزل عليه الوان مختلفه، يعني تلونيها تجي تاني رائعه. تجي هذيك التلويه ديال العقيق تجي ملونه، تجي فيها 2 تلوينات يجوا زوينين. غادي نكمل نستمر في نفس الخدمه. فكما قلت لكم الخيط عملته على 4 شارات وشمعته. اللي بغى الطريقه ديال التشميع يلقى فيديو شورت في القناه في طريقه التشميع، ولقى قائمه الملاقيه بالعقيق تلقاو فيها النماذج اخرين ديال الملاقيه. فيها ملاقيه ديال العقيق مهرس، فيها ملاقيات من هذا النوع ديال الزمرد بنوع اخر حتى هي سهله كذلك. هاني دابا كملت المرمى، نرجع اللور، هزيت 3 العقيقات، غادي نقادها مع العقيقات الاخرين 3 وغادي ننزل الابره ديالي. غنخرج في الفاصل الاخر في الجانب الاخر، غنخرج الابره وغنعز 3 العقيقات.
غنقابلها مع 3 دقائق لحداها ونحط الابره وملصقين شي، يعني ما تنخليش فراغات بيناتهم، كيكونوا لاصقين باش تجيك هذيك اللوايه، داك الشكل ديال الملاقيه ديال العقيق بحال شكل اللوايه. هنا ترجع باللور، هنا رجع باللور وزيد معايا 2 دقيقات. هاد الطريقه ممكن ديرها ممكن ما ديريهاش، لانك انت هازه في الاصل غير 3 دقائق، فما غاديش يبقاو يلعبوا لك بزاف فوق المرمى، ماشي 5 ولا 4 اللي غيبقاو يلعبوا. بغيتي تعاودي تقفيها بحال الطريقه ماشي مشكل، ممكن تقفيها بحال هكا ترجعي بجوج وتهزي تاني هكذا. غادي عاد العقيق غادي يثبت لك اكثر فوق من الجلابه. غادي نهز 3 دقائق اخرين وغادي نقابلهم مع 3 دقائق اللي في جنبهم وننزل الابره. غنستمر على نفس الخدمه، ومن بعد غادي تكون هذه هي الملاقيه اللي اعتمدت لكم في هذا الفيديو. الى عجبكم لا فيديو ولا كنتوا باقيين مازال تستافدوا معايا في لا فيديو، ما تنساوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس. وشكرا وبالتوفيق للجميع. خلوا لي تعليق ديالكم واراء ديالكم، ما تنساوش تعملوا لايك واشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل اشعار اللي تنزلوا في القناه.